وأيديمكم وتكونون في صحة وعافية دائما وأبدا إن شاء الله تعالى. أكيد مشاهدينا الأحبة بعدنا مستمرين وياكم ويا فقراتنا المتنوعة، وهالمرة راح نروح إلى محافظة ديالى مع نوار البياتي، واللي راح نتعرف احنا وياكم على أسبوع اللغة العربية. فإلى هناك. تأكيداً على مكانة اللغة العربية بوصفها وعاء للهوية ووسيلة للتواصل والسلام الفكري، أقامت كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة ديالى الملتقى الثقافي والأدبي بالتعاون مع القصر الثقافي في المحافظة، وبحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والبحثية، وذلك بمناسبة أسبوع اللغة العربية. تقييم كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة ديالى قسم اللغة العربية بالتعاون مع البيت الثقافي الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي للغة العربية، وهذه الاحتفالية كانت هي امتداد للتوصيات التي جاءت بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النهوض باللغة العربية والاتفاق بأن تكون ضمن المستويات العالمية التي تأتي على جميع المستويات الأكاديمية. وهي اليوم الآن كليتنا تحافظ على لغة القرآن بامتداد هذا العطاء الرباني الذي ألهمنا في أن تكون لغة الضاد هي لغة القرآن الكريم. الملتقى الثقافي الذي يضم مجموعة من الفعاليات الخاصة بيوم الضاد، وهذه الفعاليات هي عبارة عن معرض تشكيلي ومعرض خط وأيضا معرض للكتاب وفعاليات أخرى مشاركين بها العديد من الطلبة، منها يعني نصوص شعرية وأيضا كلمات، وندوة تختتم هذا الملتقى بندوة ثقافية خاصة بأعياد يعني اليوم الخاص باللغة العربية. الملتقى شهد توضيح مكانة اللغة العربية إلى جانب افتتاح معرض تشكيلي وآخر للكتاب، إضافة إلى عقد ندوة حوارية تناولت سيرة إسهامات أحد كبار المنطق واللغة ألا وهو العلامة مصطفى جواد، وما له من جهود فكرية وعلمية خدمت اللغة العربية. اللغة العربية وطن وانتماء قبل أن نصفها بأنها لغة تواصل. لذلك في سيرة الكلية وبتاريخها تضع لهذا اليوم نقطة بداية، نقطة يتجدد فيها عطاء الطلبة، نقطة يفرح بها الطلبة ويشعرون بانتمائهم إلى كليتهم وإلى لغتهم وإلى قسمهم. مصطفى جواد بوصفه عينة من عينات هذا البلد، يعني مثقف كبير اعتنى باللغة وكان حريصا عليها حرصا شديدا، وألف في هذا الميدان ولا سيما فيما يعرف بقل ولا تقل الذي يعني له عالمه الخاص، وهو ينتمي إلى هذه المدينة إلى ديالى طبعا، وهذا السبب. يعني الهدف من إقامة هكذا ملتقيات علمية وأدبية هو لتعزيز الوعي الثقافي واللغوي وربط اللغة العربية بقيم السلام والحوار كونها لغة القرآن الكريم، وتشجيع الطلبة على الإبداع والمشاركة في الفعاليات الثقافية واللغوية. لبرنامج صباح كربلاء، نوار البياتي، محافظة ديالى. مرحبا بكم مرة أخرى، ودائما نعتز